هذا ما قاله المحامي المغدور جمال الدين شاوي قبل اغتياله. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. في منشور سابق له على صفحته بالفيسبوك، أوضح أنه تعرض لمحاولة قتل ونجا منها، وأنه يعرف من فعل ذلك بالأدلة، وقال: تأخر إجراءات قضية المتعلقة بمحاولة اغتيال السنة الفارطة، محاولة اغتيال عن طريق محاولة قلب سيارة أثناء السير وسرقة مبلغ مالي قدره 176 مليون سنتيم، مع وجود شهادة طبية تثبت عجزا ب12 يوما، ولا أدري سبب التأخير الذي طال الملف، رغم أن الفاعل معلوم الهوية وتوفر شهود حول الوقائع. من يقف وراء كل هذا؟ كل ما نريده هو تفعيل الإجراءات فقط. وكان هذا التصريح سنة 2021، وعثر على الجثة حسب بيان الحماية المدنية في منطقة التوميات بإقليم بلدية الحروش، وظهر على الجثة آثار ضرب على مستوى الرأس والوجه.